ده شكل كرتونات الكورة في اليابان. اما ده بقى شكل كرتونات الكورة في مصر. اكيد طبعا مصر تكسب. في الفيديو ده هنتفرج مع بعض على اغرب واعجب الكرتونات المصرية اللي بتتكلم عن الكورة. طبعا في منها الكويس نسبيا وفي منها اللي معمول تحت بير السلم حرفيا. وخلونا نبتدي باول كرتون واللي هو المفروض ان هو اشهرهم يعني، وهو كرتون رمضونا. وايوه انا ما نطقتش الاسم غلط ولا حاجة، هو اسمه رمضونا فعلا. وطبعا واضح جدا ان هو اسقاط على مارادونا، بس هم حبوا يستخفوا دمهم يعني، فهنضحك حاضر. كرتون رمضونا هو من بطولة الممثل المعروف جدا هاني رمزي، واللي هو بالمناسبة يعني ابعد ما يكون عن الكورة اساسا. فانا الحقيقة مش فاهم يعني كان ايه الحكمة او الغرض من ان هو يروح يعمل مسلسل انيميشن عن الكورة. بس عموما يعني هو ده تقريبا كان اول مسلسل كرتون عربي او مصري يتكلم عن الكورة فقط لا غير، لان على حسب ما انا فاكر تقريبا المسلسل ده من انتاج 2010 او 2009 كمان حاجة كده. فاحنا بنتكلم تقريبا في حاجة كانت معمولة من اكتر من 11 سنة، انتوا متخيلين؟ والكرتون باختصار بيتكلم عن شخصية رمضونا اللي هو البطل اللي بيعمل صوته هاني رمزي زي ما قلت لكم. وطالع ان هو لاعب ناشئ بيحب الكورة جدا وبيعشقها، وبيخش بقى مسابقات كروية كتير ودورات رمضانية وحاجات كده. وطالع خاطب كمان وبيحب خطيبته اللي هي اسمها لوزة، وبيحاول ان هو يكون نفسه علشان يقدر ان هو يتجوزها. بس طبعا الكرة مش مأكله عيش لان هو لسه لاعب يعني مبتدئ. وفي صديقه الصدوق طالع معاه برضو واللي هو اسمه باتيستا. وبالمناسبة هي مامته طالعة طول المسلسل بتناديه بتقول له يا مكرونة، ما يعني مش معترفة خالص باسمه الحقيقي اللي هو رمضونا ده. وشخصية رمضونا اساسا نفسها طالعة يعني شخصية مسخرة جدا ملهاش في الجد خالص. وحتى شكل الكاركتر نفسه كرسم يعني انت هتلاحظ ان هو ستايله غريب شوية، لدرجة ان هم مطلعينه مشمر رجل ومنزل رجل تانية. فانا مش عارف يعني ايه الغرض من شيء زي ده الصراحة. بس بوجه عام يعني الشخصيات كلها طالعه مسخره جدا. وغير ان ستايل الرسم زي ما قلت لكم غريب شويتين او يعني مضحك قوي، التحريك بقى نفسه يعني اسوأ حاجه في الدنيا ممكن تشوفها تقريبا. الشخصيات بتتحرك وبتتكلم بطريقه غريبه جدا، ويعني انفعالاتها ساعات بتكون اوفر كمان شويه. فانا مش عارف هل انا مركز مع التحريك مخصوص عشان انا انيميتور اصلا، ولا هو فعلا التحريك شكله غريب. انا مش عارف انتوا شايفين ايه. يعني بصوا هنا مثلا شخصيه باتيستا اللي هو طالع صاحب رمضونا، وهو بيتكلم عاملين ان كرشه عمال يتحرك كتير جدا رغم ان هو واقف عادي يعني ساند برجله على طوبه او حاجه زي كده، يعني مش بيتحرك الحركه اللي تستدعي ان كرشه يتحرك كل الحركه دي. انتوا فاهمين اللي انا اقصده؟ انما غير كده بوجه عام فالمسلسل يعني لذيذ الصراحه، والسكريبت بتاعه كمان جميل الى حد ما، والممثلين ابدعوا جدا في الفويس اوفر اللي عملوه. واظن يعني ان المسلسل ده نجح جدا وقتها وقت ما نزل، لان هم ما اكتفوش بالجزء الاولاني، لا ده هم عملوا جزء تاني كمان. وبمناسبه ان احنا اتكلمنا عن كرتون رمضونا ده دلوقتي، فخلوني احكي لكم قصه بسيطه جدا، وهي قصتي مع كرتون رمضونا انا بشكل شخصي. يعني زي ما انتم عارفين انا بادئ في مجال الانيميشن ده من زمان جدا، من وانا صغير جدا كنت بحب ان انا اتفرج على كرتونات كتير، وان انا احاول اقلد الانيميشن اللي انا بشوفه فيها كنوع من انواع التدريب يعني، او ان انا اطور نفسي في الموضوع اكتر. فالمهم ان انا كنت بحب كرتون رمضونا جدا جدا فوق ما تتصوروا، لدرجة ان انا خدت مشهد من المشاهد اللي بيتكلم فيها رمضونا ده وقررت ان انا اعيد انتاجها تاني بطريقتي بقى الخاصة، وظبطت كل حاجة. وحابب دلوقتي ان انا اوريكم النتيجة ساعتها. 3 2 1. اعمل ايه في ابوها؟ مش عارف اتصرف معاه. واضح انه عامل خطة دفاعية علشان البنت عليها اقبال جماهيري. زي ما شفتوا يا جماعة يعني هي النتيجة عبيطة جدا لأقصى درجة، بس انا عايز اقول لكم ان انا ساعتها كنت فعلا صغير جدا. الكلام ده انا بتكلم تقريبا من حوالي 8 سنين او حاجة كده، فانا كنت طفل صغير جدا. فدي قصة جانبية ملهاش اي علاقة بموضوعنا يعني، بس انا حبيت ان انا احكي لكم قصتي مع كرتون رمضونا. فكرتون رمضونا انا هقيمه واديله 7 من 10 علشان بس طريقة تحريكهم كانت مريبة شوية في الكرتون ده. ودلوقتي نخش على الكرتون التاني اللي معانا النهاردة من سلسلة الكرتونات المصرية الغريبة جدا اللي بتتكلم عن الكورة، وهو كرتون
ولاد الايه. كرتون ولاد الايه هو برضو من انتاج سنة 2010 اللي هي نفس السنة اللي تم انتاج رمضان فيها. انا لحد دلوقتي يعني مش فاهم هو ايه فكرته بالظبط بصراحة، يعني لما قريت ايه الغرض منه او كده ما فهمتش برضو، بس هما كاتبين ان هو بيتكلم عن حياة لعيبة الكورة الشخصية، وكمان مش بيركز على لعيبة الكورة بس، ده هو بيتكلم عن المدربين وعن المعلقين كمان والجمهور وكل الحاجات دي. والمضحك ان اللي مغني التتر بتاع الكرتون اسمه عمرو زكي، فانا مش عارف بصراحة هو ده عمرو زكي اللي هو لعيب الزمالك سابقا ولا ده عمرو زكي تاني. ولما فتحت الحلقة الاولى من المسلسل ده علشان احاول اشوف هو يعني ايه اللي بيحصل جواه بالظبط، وعايز اقول لكم يا جماعة ان حقيقي الشخصيات مرسومة بطريقة مرعبة لأقصى درجة، يعني ملامحهم غريبة وشاشهم شكلها غريب جدا وعيونهم مبرقة كده بلا أي داعي. فأنا مش عارف هم ليه مختارين الستايل ده في الرسم، بس هو سيء جدا جدا يعني. والكاركترات كلها مبرقة طول الوقت وهم بيتكلموا مع بعض مبرقين. انا يعني مش عارف ليه الرعب ده، هل ده كرتون رعب كروي مثلا؟ في مشهد هنا الشخصية دي وهي قاعدة بتتكلم في العربية، حرفيا انا مرعوب من حركة رقبتها. الكرتون ده تحس بالظبط ان انت لما تنام لك ساعتين ولا حاجة ساعة العصر فتحلم بقى بالشخصيات المخيفة دي وقتها، يعني هو ده حرفيا تعريف احلام العصر. انتوا عارفين بقى المشكلة الاكبر والفادحة ايه؟ ان هم عملوا جزء تاني من المسلسل ده برضو، فاللي هو يعني انا مش عارف ازاي بصراحة، بس واضح ان هو نجح في وقتها لدرجة ان هم قرروا يعملوا جزء تاني من البشاعة دي. بس الحق يتقال يعني ان الجزء التاني اهون شوية من الجزء الاولاني، ويعني مش مرعب للدرجة لان هم طوروا الشخصيات شوية وحدثوا الدنيا. فالجزء التاني ممكن تتفرج عليه يعني معقول الى حد ما، ممكن يعدي. انما بجد الجزء الاول ده كارثة بكل المقاييس. ده تتفرج عليه لو انت عايز تتفرج على فيلم رعب كده ايه مصري يكون خفيف، فاهم؟ انما غير كده اكيد ده لا يصنف ككرتون كوره خالص. وكرتون ولاد الايه انا هقيمه واديله 3/10، وال3/10 دول لاجل ان يعني في شويه مجهود مبذول مش اكتر، انما غير كده هو بصراحه المفروض ياخد 1/10 كمان. الشخصيات شكلها مرعب يا جماعه. تالت واخر مسلسل كرتون كروي هتكلم عنه في حلقه النهارده، والحقيقه انا دخت جدا عقبال ما عرفت الاقي الكرتون ده بالذات، يعني لان انا اتفرجت عليه زمان جدا اول ما نزل، بس يعني اتمسح من ذاكرتي وما كنتش عارف اسمه ولا عارف ادور على اي حاجه ليها علاقه بيه، وهو كرتون المارد الاحمر. الكرتون ده انا عايز اقول لكم ان هو نادر جدا الى اقصى درجه، يعني انا ما اعرفش اي حد شافه ولا يعرفه، لدرجه ان انا لما بحثت عنه على النت الانترنت نفسه مش عارف ايه الشيء ده. هو تحس ان هو كان عايز يقول لي ايه الهراء اللي انت بتبحث عنه ده، رغم ان هو والله كان كرتون لذيذ جدا وفي مجهود مبذول يعني جميل ويحترم. والمارد الاحمر هو بيتكلم بشكل اساسي عن لعيبه الكوره بقى نفسها اللي في النادي الاهلي تحديدا، وبيورينا مغامراتهم وازاي بيستعدوا للماتشات وازاي بيسافروا للبلاد التانية علشان يلعبوا ماتشات مهمه وهكذا. بس المضحك في الموضوع ان هم مغيرين اسامي اللعيبه كلها على اساس ان احنا يعني مش عارفينهم او حاجه، انا مش عارف ايه الغرض من شيء زي ده. فمثلا هتلاقي هنا ان سيد معوض مسمينه سيكا السريع، وعماد متعب مسمينه عمده المتعب وابو تريكه مسمينه الماجيكو عادي. اظن ان الماجيكو ده لقب ابو تريكه اصلا في الحقيقه. اما بالنسبه للستايل بتاع الكرتون ده فهو يعني في وجهه نظر انا هو احسن ستايل كرتوني بين الثلاث مسلسلات اللي احنا اتكلمنا عنهم النهارده، لان هم فعلا مهتمين بالتفاصيل جدا، وتحس ان الكرتون كده يعني هاي كواليتي، حاجه محترمه تقدر تتفرج عليها من غير ما عينك تتاذي ولا تخاف زي ما حصل في كرتون ولاد الايه. رغم ان انا عندي يعني بعض التحفظات برضو، لان الستايل ده هم يعني اظن مقتبسينه بنسبه كبيره جدا من كرتون اجنبي اسمه ستريت فوتبول، ومعمول بنفس الستايل ده بتاع الخطوط المتحدده التخينه دي وطريقه رسم الشخصيات والكلام ده. بس انا تمام جدا، انا ما عنديش اي مشكله في حاجه زي دي طالما هتضيف بصمتك وطالما هتطلع لي منتج حلو انا اقدر ان انا اتفرج عليه وانا مبسوط. بس لا بجد الستايل العام للكرتون روعه، انا مبسوط بيه جدا وفخور ان
ان في الوقت ده قدروا يطلعوا حاجه بالكواليتي دي. وبالمناسبه كرتون المارد الاحمر اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ده تم انتاجه برضو سنه 2010 في نفس السنه اللي اتعمل فيها مارادونا وولاد الايه. فزي ما قلت لكم هو ساعتها السنه دي كانت مليانه كرتونات كوره مصريه فقط لا غير. انا مش عارف ليه بصراحه، بس ممكن يكون يعني كان في احداث ساعتها كاس العالم مثلا او حاجه زي كده. انا معرفش اي حاجه عن الكوره خالص يا جماعه، فاعذروني لو يعني بهبد او بقول معلومات غير دقيقة، بس بجد انا ماليش في الكورة تماما. انا بس بتكلم من الناحية الكرتونية يعني اللي انا ممكن اكون بفهم فيها شوية صغيرين. وكرتون المارد الاحمر انا هقيمه واديله 9/10 عشان فعلا يستحق يعني اكتر من كده كمان في وجهة نظري. وبكده زي ما انتوا شفتوا نكون قيمنا يعني اغلب كرتونات الكرة المصرية. انا مش عارف هو في كرتونات تانية ولا لا بصراحة، بس انا صدقوني دورت كتير جدا وما لقيتش خالص اي كرتونات مصرية تكون مختصة في مجال الكورة وبتتكلم عن الكورة بس غير الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عنهم دول. فانا حابب اعرف رأيكم انتوا كمان تحت في الكومنتات. هل شايفين ان مثلا انا ظلمت حد في الثلاث كرتونات دول، ولا فعلا انتوا رأيكم زي رأيي برضو؟ وقولوا لي تقييماتكم لكل كرتون فيهم علشان مهتم جدا اعرف ارائكم. شكرا جدا انكم اتفرجتوا، ولو عندكم كرتونات غريبة بوجه عام عايزيني ان انا اتكلم عنها او اعمل عنها فيديوهات، فممكن تخشوا تبعتوها لي على الانستجرام. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.